من التطعيمات اللي بتبقى تأثيرها سلبي عليهم، وايضا الاطفال اللي عندهم حمى دلوقتي وايضا انواع البرد ما يطعموش. انتظرونا، هنرجع لحضراتكم تاني بعد هذا التقرير، وعندنا المزيد من المعلومات والموضوعات نتكلم فيها. ابعدوا عن بقدر الامكان عن اماكن المزدحمه. طبعا والدته في البيت بتاخد بالها طبعا اذا كان في طيارات هواء، اذا كان في مثلا التغذيه السليمه دايما، فيتامين سي في الفاكهه، في الميه طبعا ما تتحطش في الثلاجه، لان الطفل طبعا دايما الممنوع مرغوب. هي الأم طبعا عليها دور كبير طبعا بالنسبة للأطفال أو بالنسبة للطفل. عليها دور كبير ان هي بتبقى عارفه مثلا الولد ده عنده ايه، اذا كان مثلا عنده شويه برد، عنده انفلونزا، عنده كده. فطبعا لو في حاجه زي كده بتاخده على الدكتور المختص، او مثلا اذا كانش في دكتور مثلا اقرب دكتور بتاخده على اقرب مستشفى عام مثلا، بتكشف عليه، بتديله المصل اللي هو يقول مثلا الانفلونزا، تقدر تتجنبه من اخواته مثلا بالنسبه للاكل، بالنسبه لللبس، بالنسبه للاستعمال حتى المناديل الكينيلكس. طبعا الام عليها دور كبير قوي قوي، والطفل طبعا ده حاجه كبيره عندنا طبعا، لان احنا بنبني كده بالطفل ده، بنبني مجتمع. طبعا تعرضهم لتيارات هواء اثناء بعد الصحيان من النوم مباشره، والتشطيب بميه بارده مش سخنه وهم خارجين رايحين المدارس، وبنحصنهم التحصين الكافي وبنلبسهم اللبس اللي يحميهم. يعني